السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جينا باش نخيطوا معكم هذه بلوزة وهراني. انا هنا ما درتش معكم بليات، غادي نبدا معكم في التركيب مباشرة. هاني بعد ما درتها سيرجي خرجت معايا، راني فينيتها. هنا حركة الابيض وهنا مكان السحاب. شوفوا معايا راني سيرجيتهم مع بعض وسيرجيتها تاني من الداخل. شكون عندك لا فينيسيون شابه، قلت لكم اللي ما عندهاش دائما تطوير قماش بهذه الطريقه كما كتشوفوا معايا. بعد ما سيرجيت وفينت الصدر نتاعي، الان حاولوا ركبوه. انا هنا غادي نعلم وندي الوسط نتاعي، هاني معلماته. غادي نعلمو في الجزء السفلي. تعملي منا من الفوقه عند حدة الابط، وهنا تاني من الفوقه حتى حدة الابط، عند المكان اللي يكون عندك طالع حتى حدة الابط هو اللي تعلمي منه بهذه الطريقه. شوفوا حدة الابط ها هي، وهنا الفوقه ها هو الجلال تاعنا. تعلمي الوسط نتاعك، تروح تهبطي عند ليستيك وراكي ديري ليستيك في الوسط نتاعه، تحاولي تركبي الوسط مع الوسط بهذه الطريقه. نتمنى تكون واضحه. نحطوه عند الخياطه وراها عندنا هنا في الصدر نتاعنا بهذه الطريقه. هاهي وينه، ونحاولوا نخيطوا. هنا غادي تخلي هنا غير سبوع ولا نخلوه 1 سنتيم ونبقوا نخيطوا. غادي تجيك خياطه، غادي تهودي تعاود طلعي تجيك خياطه منايله. راني فهمتها لكم في الدروس ديما قبل. هاهي وينه تقريبا على حسب الحافه اللي كم خليتها هنا تاع الصدر نتاعك. هذه هي. نتمنى غير الصوره تكون واضحه اكثر من الشرح. في بعض الاحيان ما كنتش نعرف كي ندير نشرح لكم. هاي. ودائما تكسلي القماش تاعك من الاسفل. شوفي ها هو هنا يكون عندك القماش ما يكونش مجعد ولا يكون مخربش باش ما يغبنكش. لابد عليك تكسلي القماش تاعك هكا مليح وتحطي الصدر نتاعك كما كتشوفوا. هاي كي راني حاطاته راه مركب سواسوا. انا هنا غادي غير نخيط بهذه الطريقه. نتبعوا هنا الخياطه تاعنا الاولى اللي دايرينها في الصدر تاع لي بي تاعنا. نحاولوا نحطوا هنا جلال باش ما يكونش ثقيل يجبد لك القماش تاعك. ها هي بهذه الطريقه. ونحاولوا نخيطوا من الناحيه هذه دائما تكسلي القماش تاعك بهذه الطريقه كما تشوفوا معايا. ها هي. وغادي هنا نخيطوا، نخلوا خياطه 1 سنتيم ونخرجوا هنا. دوك تشوفي الصدر تاعك غادي يركب وحده. نحاولوا نجيبوا اللاستيك راه راكب. فيها عطيني جا فيني بلا ما نحده ما والو. لحد الان مازال ما استعملتش الحداد هنايا. غادي نركب الظهر تاعنا وغادي نوريكم كي غادي يخرج معنا كي نديروا ركبوا الاكمام. شوفوا هنا الخياطه من الداخل كي غادي تخرج معكم. نتمنى تكون واضحه الصوره. ها هي الخياطه تاعنا. تما هنا من الاعلى عاودنا هبطنا شويه عاودنا خرجنا للاعلى. ها هي خياطه تبان بلي دايره. نفس الشيء من الناحيه الثانيه. هنا الاكمام. تما هنا الاكمام غادي كي نركبوهم غادي نركبوا معاهم الصدر نتاعنا بهذه الطريقه. نخلو دائما خياطه 1 سنتيم ونخيطوا. هنا التطوي حوالي 1 سنتيم وغادي تركبي السحاب وتشديه هنا مليح وتكسلي القماش تاعك باش يركبوا لك مع بعض بهذه الطريقه.
ها هي وين كي ركبت معنا مفينيه. ها هي وين النتيجه اللي غادي تحصلي عليها. انا هنا بني غير هذا في الخياطه. ها هي وين النتيجه اللي تحصلي عليها. هنا غادي نروحوا للناحيه الثانيه نفس الشيء، غادي نركبوها كما ركبنا الناحيه الاولى. معاكي هنا غير تغلطي لابد عليك تكسلي القماش تاعك مليح، عاشي تكوني مدوري هنا دوري اللامونش تاعك، ولا لابد عليك تنتبهي مليح بهذه الطريقه. نفس الشيء غادي نخلو خياطه 1 سنتيم ونحاولوا نخيطوا ونركبوا هنا الصدر نتاعنا. هنا قادره تخلي 1 سنتيم ما تخيطيهاش باش كديري لاستيك نتاعك. انا معليش من بعد نفتح. هنا دائما نطوي ها هي النتيجه اللي تحصلي عليها. هنا مكان حردة الابط، وهنا الاكمام، وهنا عند الصدر نتاعنا، ومن بعد هنا سيرجي باش نديرو لا فينيسيون. اما الناحيه هذه اللي عندنا ناحيه مبلعه، في هذه هنا لا مونش مبلعه اش كديري خلو 1 سنتيم على 1 سنتيم بهذه الطريقه، ونحطو دي فوق دي. تبغي تخيطيها تبغي تركبيها مباشره. انا غادي هنا نشدها غير بالابانغ ونحطها على الوسط اللي عندي. ها هو الوسط اللي عندي بهذه الطريقه. هنا نحاول نطوي شويه. هاهي بهذه الطريقه. دائما خلو خياطه 1 سنتيم. نحاولوا نكسروا القماش تاعنا شويه. غادا تكملي مباشره، فانا لا غادي نقلع نعاود نجي من الفوق نخيط. لكن عندي شويه زياده من القماش غادي ندير بليه عند حردة الابط، ولا جاني سواسوا انا ماذا بيا. هاي هنا خرجت لي بليه غير صغيره، على بها بديت من الفوق، لكن عندك زياده قادرين هنا تدخليه في حردة الابط. دوك تشوفوا النتيجه اللي تحصلوا عليها. هذه هي النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها. ها هو هنا، ها هو ركب معايا، شوفوكم كي ركب معايا. هنا من بعد نديرو طرطيقات. ها هي وينه. هنا من بعد ثاني نديرو لاستيك في الاكمام. هذه هي النتيجه اللي غادي تحصل عليها تاع الصدر نتاعنا. نبعد لكم شويه باش تبان لكم. هذه هي النتيجه اللي غادي تحصلي عليها هنا في الناحيه المغلوقه، وهنا في الناحيه المفتوحه. ها هي. نتمنى ما نكونش طولت عليكم. اما الان انا هنا غادي ندير السيرجي، وغادي نوريكم كي نديرو ركبو لاستيك نتاعنا. انا هنا راه عندي حوالي 23 سنتيم مبدئيا حتى نعاود نقيس على الزبونه. الحاجه الاولى اللي غادي نديرها بعد ما هدرنا فتحه هنايا نعمرو لاستيك تاعنا كما كتشوفوا معايا. هذيك خياطه 1 سنتيم اللي خيطناها في الاكمام هي اللي باش نديرو فيها لاستيك.
بهذه الطريقه. هاي هنا بعد ما خيطناه نحاولوا نكملوا ونعملوا فتحه الناحيه الثانيه. انا الفتحه كي نديرها دائما نديرها هنا على الحافه، نحل هنا باش نخرجوا لي ستيك نتاعنا. هاهي جينا النهايه، نخرجوا بهذه الناحيه. نحاول شوفوا كي حكمنا القماش تاعنا، واو ما بانش كاع بلي رانا دايرين 48 ولا 46 مش عارفه شحال درت ميزيون. شوفوا كي خرجت لامونش تاعنا ولا اروح. المهم هنا كي كملنا نقلعوا المساك تاعنا ونحاول نطوي لاستيك، بصح هنا ما غاديش نخيطه، هنا حتى نقيس على الزبونه. غادي نحاول نشده غير بالابانغ. كي تجي عندي زبونه راني نقيس لها لا جهه سوا هنا نخيطه، الجهه كبير راني نقص منه. غادي الان نديرو لاستيك من ناحيه تاع الصدر نتاعنا، ناحيه تاع الصدر تاعنا تاني نعملو نفس الشيء. هاو الصدر اللي عندنا هنا غادي نحاولو نديرو فتحه من الداخل هذا المكان، وكي تعمليها غير في الفينه، ما غاديش تعمليها كاع حتى القماش. راك تشوفوا معايا هنا ديت 25 سنتيم تاع لاستيك. هنا نعلمو الوسط باش من بعد تعرفي الوسط تاعك وراه بهذه الطريقه، بالخيط على الحافه ونعلم الوسط نتاعي باش نعرف بلي هذا هو الوسط نتاعي. هذا غير اضافه درتها لكم باش كي تركبي الصدر تاعك ما تبقاش تحوسي على الوسط. هذه الناحيه راني نخيطها، اما الناحيه الثانيه ما نخيطوهاش تنقيسو على العروسه نتاعنا باذن الله. خاص في بعض الاحيان كوني تخدمي لاستيك تاعك وتكبرينها من بعد ثاني تبقاي تعاودي ثاني تبقاي تزيرينها. انا نركب غير مبدئيا الصدر ونخلي ونزير لها باش يجيها سوا. كيما كتشوفوا معنا الوسط تاعنا راه معلم، تحتاجيه من تبغي تخدمي تركبي الصدر نتاعك. التركيب تقريبا كيما الاول، كيما الفيديو الاول اللي خدمته معكم في البلوزه هذيك بلون كاسي تقريبا غير كيف تسلي لاستيك تاعك مليح. هذه هي النتيجه اللي غادي تحصلي عليها. هذه هي كما كتشوفي معايا. من بعد غير من هنا تبقي تزيري على حساب الزبونه. انا كانت قادره غير 20 تقدني، بصح انا نبغي دائما الزياده، نخاف ما يجينيش نيشان. لا درتي كيما انا هنا شفتو الكولباطو اللي عندي حسب طلب الزبونه، بغات شويه ملايه ما يكونش عريض بزاف. تما هذه لافون تاع لاستيك اللي رانا نديروها تما ما يهمكش لافون تاع الكولباطو تاعك، اي نوع تاع كولباطو اللي خيرتيه غادي يجي عليه. تما لا درتيه دائري تما غادي كيما هذاك الصدر اللي عندي قادره نديره دائري، بلوزه عاديه تجيني نفصله كولباطو تجيني. عندك كولباطو جايبي يجيك جاك كاع محلول كيما هكا يجيك. تما لاستيك هو اللي يعطيك الفصاله اللي راكي باغيتها. انا غادي نكمل الناحيه الثانيه وغادي نوريكم كي نديرو الركبو الصدر نتاعنا.
التركه تاع البلوزه كما كتشوفوا معايا. ها هي بعد ما ركبت لها لاستيك في الناحيتين. شوفوا الاكمام كيخرجوا، شوفوا الزدار تاني كيخرج معنا. هنا نعلموا الوسط نتاعنا. بعد ما علمنا الوسط نتاعنا كما كتشوفوا معايا، الان راني نخيط وراني معمره الابره تاعي على 4. دائما متني الخيط تاعك مليح مليح. وراني نخيط على الحافه. هنا مازال ما بديتش في الاكمام، بديت غير في الصدر، ونبدا نخيط في الناحيه العلويه ومن بعد نخيط في الناحيه السفليه. وكي نكمل الخياطه تاعي نروح للاكمام، نبدا من الوسط نتاعي ونبدا نركب في الصدر نتاعي. ودائما نخلو مسافه 2 سنتيم باش تبقى اللاستيك يتكسل حسب الزبونه. الا كانت عريضه يعرض معاها، ولا كانت قليله تجيها سواسوه. كما كتشوفوا معايا هنا الوسط راه عندي معلم، تما هنا ما غاديش نغبن ونخيط. هذا الزر جاي دائري، ما يجيش كل باطو، بصح تبغي تخيطيه الزر عادي، بصح في هذا الخياطه تجي الشكل تاعها اجمل بكثير. وكما كتشوفوا معايا نعاودوا نركبوا لها لي زيسقات في الجزء السفلي، ونركبوا لها هذا هو الشكل النهائي. ونركبوا التقيلات نتاعنا. شوف خرج معنا. هادو هما كمية خرجوا معنا. ها هما كان السحاب. تما هنا تحصلي على بتيمونش حسب طلب الزبونه. هنا الصدر ما يجيش عريان. وهنا تاني خليت لها لاستيك باش يجيها الصدر هنا شويه مغطي. هنا عجلي راه عندك عريض وكي يلتبس يبان. استودعكم في رعاية الله وحفظه. إلى الفيديو القادم، مع السلامة. أتمنى أن تنالوا